صحيح، لكن شوف الفيفا عنده من هذه البطولة مثل ما أعطت لما راحت ل 32 إلى دولة عظمى مثل فرنسا، ما بغت تاخذ المخاطرة وتعطيه لدولة أخرى أو لمجموعة دول أخرى، لأن هذه البطولة 75-70% منها أمريكية. لذلك نحن نقول أن كأس العالم في أمريكا بمعاونة كندا والمكسيك. هذا جانب آخر، الهدف في سوق ضائعة من الفيفا، في 3 أسواق ضائعة من الفيفا: سوق الأمريكي، سوق الصيني، وسوق الهندي. هو أيضا تكريس للعبة في أمريكا، لأن قوة شرائية عالية، مليارديرات عالية، سبونسر عالي، كل شيء عالي في أمريكا. هذا جانب آخر، فيفا ياخذ كأس العالم از بزنس كيس، يعني ياخذها كمثال. نعم. لا تقارن بطولة سابقة وبطولة قادمة بهذه البطولة، لأنه يعطي كل بطولة حقها من ناحية الإيراد. بمعنى هو يرى من بطولة كأس العالم في أمريكا 10 إلى 11 مليار إنكم. نعم. البطولة اللي بعدها ممكن تكون أقل. بطولة قطر كانت 5 إلى 6. فهو يرى الموضوع بهذا الجانب. ما تم على الجانب اللي دخل فيه، هو يرى أن 70 إلى 80% من المشاهدين صورتهم الذهنية التوقيت والملاعب والكرة القدم الموجودة في أوروبا. نعم. أنا راح أجيب 48 منتخب، ما راح يغطيه إلا 30 إلى 40% من المنتخبات الأوروبية. شو راح أسوي؟ راح أجيك من الجانب العاطفي. اسم الملعب تاريخي 70 86 مارادونا بيلي، أدخلك من هذا الجانب، أدخلك من ملعب. وأنا فيفا كان متعمد من يبدأ كأس العالم من المكسيك. نعم. أيضا أنا أدخلك فيها شاكيرا، أنت تفضلت غني، هاي رابع بطولة، ما راح أخلي كل شيء جديد عليك. في نفس الوقت أنا عندي خطوة جبارة ل 20-30 سنة قادمة، أن أنا أفحص مشروع 48 سنة. لذلك أنا كنت محتاج لأمريكا، كنت محتاج للمكسيك، كنت محتاج لهذه الأجواء كلها. لذلك هو بزنس كيس. هو بالضبط. لا تنظر إلى كأس العالم إلى مشاكل دخول، مشاكل جماهير، لا هذه أشياء جانبية ممكن نحلها مع بعض. لكن الفيفا ينظر إلى كأس العالم كبزنس. على شيء لا إذا فقده، إذا الفيفا فقد كأس العالم يفقد أهليته. لذلك بالنسبة له شيء كبير وكبير جدا. ما تنساش طبعا المنتخب السعودي كنا نتذكر أنه فاز في قطر على بطل العالم. نعم. من هنا لهناك صار استراتيجية جديدة، ودخل اللاعب الأجنبي بقوة على الدوري السعودي، وطلعنا في ليفل عالي جدا. هذه النقطة المفصلية، مدى استفادة الكرة السعودية من هذه التجربة من خلال أداء المنتخب في كأس العالم، باش يكون أمر مهم جدا. منتخب سعودي في مجموعة خلنا نقولوا للأمانة صعبة جدا. أوروغواي فريق منتخب محترم جدا وقوي جدا، وإسبانيا واحد من المرشحين إذا حبينا نقولوا. كاب فيردي في المجموعة هذه حصان أسود بأتم معنى الكلمة، يعني منتخب مزعج جدا جدا. قال نشوف العملية باش تكون صعبة جدا على المنتخب السعودي. المنتخب السعودية، منتخب المملكة العربية السعودية، مجموعة صعبة زبير؟ صعبة جدا. هي طبعا أوروغواي وإسبانيا وحتى كاب فيردي باش تكون عملية صعبة جدا. موضوع حراسة المرمى في المنتخب السعودي أنا نشوف أنه موضوع مزعج بعض الشيء. على مستوى الهجوم كذلك نتمناه سالم يكون في أحسن حالاته. هنا يعني تحس القوة الهجومية عند سالم مهمة جدا، والإمكانيات الكبيرة اللي عنده أنه يوظفها ويقدمها بأحسن شكل في هذا المونديال باش تكون حاجة مهمة جدا للمنتخب السعودي. نعم. أنا نشوفها تغيير المدرب كذلك قبل المونديال، يعني في أمور كثيرة، ولكن تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب السعودي لأن العملية باش تكون صعبة. لكن منتخب عراقي أعطانا شكل رائع جدا أمام إسبانيا، منتخب مرشح. صحيح كانت مباراة ودية، صحيح كانت في كثير تغييرات، ولكن زاد على الروح ونقطة القوة الرئيسية اللي هي الجانب القتالي والتنظيمي والدفاعي، زاد عليها الجودة عند بعض اللاعبين والاستقطابات جديدة بالنسبة للمنتخب العراقي. مباراة النرويج أنا أعتقد أنه العراق أحسن من النرويج اللي شفناه إلى حد الآن. أنا شفنا هالاند وما هالاند، لكن لما شفت المنتخب النرويج منتخب إيطاليا زبير، لا اللي شفته في مباراة النرويج والمغرب كريم، أنا أعتقد نعطي فرصة للمنتخب العراقي أنه هذه المباراة يكسبها، وبعدين طبعا ندخل في الأمور الصعبة. يبقى يبحث عن نقطة من مباراة السنغال ومباراة فرنسا على أساس أنه يتأهل أو يجمع الأربع نقاط اللي يخولوا له يتأهل حتى من ضمن أفضل ثوالث، لأنه ما تعرفش يمكن يصير مباراة السنغال وفرنسا. نعم. والمباراة الأخيرة ليه باش تكون مع السنغال، ممكن تكون مباراة مضغوطة على السنغال أكثر من العراق ويستفيد من ذلك العراق. أنا شايف أنه العراق في تطور هذا المنتخب، وأكثر منتخب
في الجانب القتالي يستفيد من روح المجموعة. أنا نعطيهم فرصة، مدرب كذلك خبير جدا. النتائج اللي حققها المنتخب العراقي أنا أعتقد أعلى من الإمكانيات. يعني ممكن نشوف ما عندناش الجودة اللي تعودنا بها من المنتخب العراقي. أنا حسب رأيي يعني المنتخب العراقي في وقت سابق كان عنده أساطير كبيرة جدا. منتخب مصر هذه النسخة أنا أتوقع أنه سيلعب أفضل نسخة في تاريخه. ليش؟ لأنه هو منتخب مثل ما تفضلت متنوع. أوروبا صقلت له مواهب كثيرة، جاي في فترة صلاح في نهايته ربما تكون النسخة الأخيرة بالنسبة له، دخل عليهم مرموش، دخل عليهم مجموعة لاعبين أوروبيين يعطون جودة للمجموعة. تم تأسيس المنتخب في المباريات الودية وتأسيسه وحتى أن يوصل إلى كأس العالم بشكل ممتاز بهدوء، وهذا الجانب ممتاز. مباراة البرازيل يعطي حافز للمجموعة. شاهدت المنتخب جرب كذا خطة لعب، وهذا تحتاجه في كأس العالم، لأن أنت تلعب برازيل هايتي، يعني شوف في ليفل عالي بعد ذلك إلى ليفل منخفض جدا، فأنت تفحص هذه المجموعة بشكل كبير جدا. لذلك مصر تختلف عن 2018 مقارنة بجودة، بالهدوء، بالفكرة العامة، بقيمة اللاعبين، حتى قيمتهم بشكل عام، استفادتهم من بطولة أفريقيا الماضية. ذلك هذا المنتخب سيحقق أفضل نتيجة لمصر عبر تاريخها في كأس العالم من وجهة نظري. من ضمن تصنيفاتنا أنه هو منتخبات التبني دائما في كأس العالم يعني وصولها يكون يعني بناء على عمل شاق جدا يستغرق أحيانا من 8 إلى 9 سنوات. يعني أنت تأخذ مجموعة أعمارها 19-20 سنة بعد ما فلترت في المراحل السنية. هذا المنتخب الآن، هذا الوقت اللي أنت تشوف المنتخب اللي لعب كأس آسيا وكأس العرب، الآن وقت أنك تفحصه. لكن مشكلة هذا المنتخب أنه لو تضع في ليفل الأرجنتين، تضع في ليفل المنتخبات الثانية اللي موجودة في المجموعة، تحس أن التجربة أقل، الرتم أقل. لذلك الأردن بالنسبة لي وصولهم هذا شيء رائع جدا. الآن تأتي إلى أنك تقدم لحظات. أنا ما أشوف المنتخب الأردني أنه ما يقدم لي أكثر من اللحظات، يقدم لي مباراة للتاريخ، يقدم لي لحظات للتاريخ، يصعد في مجموعة للتاريخ. وهذا الشيء اللي أنا أشوفه المنتخب الأردني، أنه عمل سنوات طويلة يكون بهذه الطريقة. لذلك إذا أنت تريد من الأردن، أنا أبحث من الأردن المفاجأة. ليش شريحة منتخب تونس عرف تغيير كبير على مستوى الإطار الفني، عرف فترة اللي قبل مباراة بلجيكا كان فيها طموح خلينا نقول مفرط، في عدم توازن، في استقطبنا لاعبين من مواهب من أوروبا أو من أصول تونسية وعايشين في أوروبا. الانتظارات كانت أعلى من اللازم وما كنا فقدنا التوازن. جات مباراة بلجيكا خسارة كبيرة وأداء سيء. أعطانا شوية توازن. شفنا من مباراة بلجيكا إلى الآن هدوء تام، ما عاد فيه لا تصريحات ولا كلام كبير على المنتخب التونسي. أنا واثق أن المنتخب التونسي خاصة في مباراة السويد باش يكون جيد وباش يقدم أداء جيد، لأن نعرف منتخب تونس أول شيء ردة الفعل باش تصير من المدرب على مستوى الاختيارات، من اللاعبين على مستوى الأداء. ثاني شيء المنتخب التونسي ونعرف جيناتنا نحبوا الصعوبات. لما تصير الوضعية صعبة جدا احنا نكونوا قدها. ليش؟ لأننا نتكاتف. منتخب تونسي أداء مجموعة. النقطة الثالثة والأهم أنه السويد مش بلجيكا، يعني حبينا وكرهنا في فوارق بين بلجيكا وبين السويد وبين العناصر البارزة التي يضمها منتخب السويد. طبعا ولكن إيزاك جوكريكس اوكي، ولكن جودة بلجيكا كانت أعلى جدا. وخاصة المستوى من الجاهزية اللي وصلوا له في مباراة تونس. ونعتقد أنه بين مباراة ودية ومباراة رسمية باش يكون فارق كبير. أنا عندي ثقة في أنه المنتخب التونسي المباراة الأولى باش يكون جيد ويقدم أداء إلى أي مدى وأي نتيجة يوصل، لأنه لو يوصل يفوز على السويد الأمور كلها تتغير كبيرة للتأهل. لكن بعدين اليابان وهولندا هنا الموضوع باش يصير صعب جدا. ليش قلت لك أهم شيء مباراة السويد؟ أنا واثق أنه منتخب تونسي باش يقدم أداء جيد.